لاعب عالمي توفى، لاعب كبير، لاعب مشهور جدا، لاعب منتابعه من صغرنا. شو دخل التعليقات تدخلوا وتربطوا اخواتنا يلي عم يستشهدوا باهل غزه بهيدا اللاعب؟ اهل غزه شهداء، اهل غزه شهداء، وكلنا محروقين قلبنا عنيهم، وانا كل يوم بدعيلهم وحاكي عنهم قبل، والله يرحم شهداء غزه. بس كميه الهجوم بالتعليقات ان كان عندي ولا عند اي صحيفي ولا اي صفحه، انه ليه والله عم تحكي عن هذا اللاعب واهل غزه. يا جماعه هيدا اللاعب عشنا معه ذكريات، انا من جوا محروق. يعني انا مني ليفربولي ولا مشجع المنتخب البرتغالي، بس هيدا اللاعب انا كل اسبوع بتابعه، كل اسبوع بشوفه قدام عيوني. لاعب كبير، لاعب انت عشت معه كانه حدا من عائلتك. تخيل رونالدو ولا ميسي بكره يموتوا، كلنا حنموت، وبنفس اليوم في شهداء بغزه. انت كقدوه عندك رونالدو ولا ميسي، تحكي هذا الحكي؟ تترحم باخواتنا بغزه؟ ايه اكيد غصبا عنك، بس مش تربط هيدا الموضوع بهيدا الموضوع. يا زلمه لاعب عالمي توفى، عم اقول لك انا كل اسبوع بشوفه بوجهي. في مشاهير اليوم على السوشيال ميديا لما توفى هيدا اللاعب حكوا عنه اوه قطه. استغلوا الموضوع لما شافوا استشهاد اللاعب الفلسطيني، هو منه لاعب منتخب فلسطيني ولاعب منه معروف برا. قالوا اوف، تحكوا عن هيدا اللاعب ونسيتوا هيدا اللاعب، لحتى شو يستعطفوا الجمهور تبعهم. وهو في فوق 300 شهيد من لعيبه فلسطين من اول حرب، ما حدا حكى عنهم. 300 شهيد من لعيبه فلسطين هلا حكوا عن هذا اللاعب، بس كرمال يجيبوا الاضواء ويستعطفوا الجمهور. برجع بعيد بكرر، شهداء غزه شيء، وهيدا اللاعب كلاعب نحن بنتابعه من زمان شيء ثاني. بس هيك.